المهم ماشيين في السكة، فمشينا بتاع حوالي ايه 2 3 كيلو كده، فزميلتها اللي ورا بتقول لي انت هتاخد كام يعني فرق السعر؟ قلت لها والله الكيلو متر ب10 جنيه. المشوار ده طلع 25 كيلو، هتضربي في 10 جنيه طلع 30 كيلو. لا كتير ومش كتير. قمت على طول اول ما قالت كتير راكن يمين، لا يا فندم ولا كتير ولا قليل، خليكي قاعدة في العربية بذوقك وباحترامك، اطلبي عربية تانية توديكي وان شاء الله يوديكي ببلاش. انا ما بمشيش الا بالنظام ده، ده نظام شغلي. او اوديكي مكان اللي انت حاطاه في هرم سيتي واطلبي من هناك بس. لا خلاص خلاص وبتاع ومش عارفه ايه، كمل بس ايه ماشي. واتاخرنا ومش اتاخرنا، المهم كلمت الراجل في التليفون ايه، قال لي هات لي البنات معاك وصلهم عند قصر الكبابجي اللي في وصل الدهشور، وخلي بالك منهم، ولما تيجي انا هراضيك وهحاسبك. ماشي. مشيت. فطبعا شغلت قرآن وبتاع، فهم مش عايزين بقى قرآن، مش عايزين يسمعوا قرآن. فقعدوا بقى يتكلموا كلام كله وحش يعني. طبعا سامع كل الكلام اللي هما بيتكلموه، اتفقوا يعني. وفي الاخر رحنا عند ايه قصر الكبابجي، عمال ادعي بقى ان انا اوصل عند قصر الكبابجي ايه في الانجاز يعني. الانسان مهما يكون برضه ضعيف، يعني الانسان مهما يكون عنده مبادئ ضعيف قدام الستات. وصلنا بالسلامة. أول ما وصلنا بالسلامة فتحت شنطة من جنبها وشميت ريحة، يعني ريحة خمور من الآخر يعني. المهم قمت إيه نازل واقف وبعد عن العربية ووقفت بعيد، قعدوا يضحكوا. فطبعا لونوا عليا شوية وأنا مش في دماغي. المهم جه الراجل، كام حسابك؟ قلت له حسابي قد كذا. قام مديني إيه الحساب، واخد الحساب. وهي بقى طول السكة، وانت لو شغال في الهضبة وفي حدائق الأهرام، رقمك واخلي رقمي معاك وهبعت لك وعاوزك في شغل كتير، وانا بطلع مشاوير زي كده كتير بس في اوقات مختلفة وكلام من ده. ماشي ماشي ربنا يسهل. وطبعا اول ما وصلتها وخدت حسابي ومشيت من عند قصر الكبابجي يعني ونزلتهم. طبعا اللي جالهم بقى بعربية مرسيدس، حاجة واو يعني، شاب برضه يعني. المهم اول ما مشيت قمت عامل لهم على طول ايه، عامل لها بلوك على الواتساب، التقييم الجميل بتاعها على الابليكيشن، وسلام.